يا صباح الفل أو مساء الفل على كل اللي بيسمعني على حسب توقيتك هيكون إيه دلوقتي. معاكم مروة مجدي وبودكاست جديد. النهاردة هتكلم عن أكتر صفات ممكن تقفلني من بني آدم، وعلى ما أعتقد كتير ممكن يتفقوا معايا في الصفات دي. الحقيقة هم صفتين مش صفة واحدة النهاردة هتكلم عنها. أكتر صفتين في إنسان ممكن تقفلني منه تماما وتخليني أقطع علاقتي بيه حتى لو بحبه جدا، هو عاشق دور الضحية والإنسان اللي دايما بيقلب الترابيزة. الاتنين لو فكرنا فيهم هنلاقيهم وجهان لعملة واحدة. بس في ناس بتعرف تعيش دور الضحية بس بتكون أضعف كتير من إنها تعرف تقلب الترابيزة بشكل كامل. بس على طول هتلاقيه واخد جنب، زعلان منك، محسسك إنك دايما غلطان في حقه وهو ما بيغلطش. في ناس بقى عندها قدرة رهيبة في قلب الترابيزة، بيكون عنده، أنا أسفة يعني، من البجاحة ما يكفي إنه يكون غلطان ويقلب عليك الترابيزة أنت ويحسسك بالذنب. سواء ده أو ده، أنا ما بقتش أستحمل أكمل حياتي معاهم بأي شكل. الاتنين موترين جدا بشكل كبير. الأولاني اللي هو عاشق دور الضحية دايما مصدر لك طاقة سلبية، ودايما بتتعامل معاه بحذر شديد جدا، لأنك مش عارف أي تصرف ممكن يصدر منك ممكن يكون يزعله منك ولا لأ. التاني على طول مغلطك وعلى طول حطك في خانة المتهم، وعلى طول شايف نفسه صح وما بيغلطش حتى لو هو عارف ومتأكد إنه غلطان. عشان كده أنا بطلت أتعامل معاهم أو أخليهم في حياتي حتى لو الناس دي عزيزة عليا، لأن أنا كمان نفسي عزيزة عليا قوي. من حقها إنها تغلط عادي من غير ما تخاف إنها تغلط، من غير ما تخاف إن اللي قدامها يفهمها غلط ويسوء الظن فيها. من حقها تغلط من غير ما تخاف إن اللي قدامها هيستغل ده كنقطة ضعف ويهددها كل شوية بعيوبها، أو إنه هيخرج مثلا من حياتها، أو يحسسها إنها قليلة أو غلطانة ولازم تعتذر. من حق نفسي عليا إن أنا كمان ألاقي اللي بيعذر ويقدر ويسامح ويغفر ويعدي، حتى لو من باب جبر الخواطر، أو حتى من باب إن أنا عدت لك وشلت لك كتير. الكلام ممكن يكون مسترسل لكنه حقيقي جدا. فكر في حياتك كده، كم واحد عنده حاجة من الوجهين دول أو حتى عنده الاتنين مع بعض؟ وشوف نفسك انت فعلا بتبقى عامل ازاي معاهم. بتبقى على طول في ضغط عصبي وتوتر ولا لأ؟ الصفات اللي في الإنسان اللي بتحوله من شخص عشرته لطيفة وهينة قلتها أحسن، لأن بصراحة الدنيا صعبة قوي. كفاية